دي الست فوقية. طب الحمد لله اهي جت اهي. اهلا اهلا الست فوقية، اهلا اهلا. ازاي سمنعم دلوقتي؟ بخير يا ست فوقية. الحمد لله. والنبي زعلنا خالص بالحق. ايه انا اسفه اللي اتاخرت عليك بالفلوس. يا خوخة ايوه يا منعم ايوه. الست فوقية جابت الفلوس. ايوه يا سمنعم، الف لا بأس على صحتك. صحتك كويسة بس جبت الفلوس. طبعا يا اخويا، انا اسفه اللي اتاخرت عليكم. لا اصل ولا فصل، جبت الفلوس. ايوه يا اخويا ايوه. اديها خوخة. حاضر. ست خوخ، نعم. انا اسفه قوي يا اختي. لا لا معلش، الجيران اللي بعضها. اتفضلي. انا خدت منكم كام؟ 5 جنيه. اتفضلي، ادي 4 صاغ اهم. واول الشهر اجيب لك الباقي. اقعدي بالعافيه. يا نهار اسود. ايه يا خوخة مش ادتك الفلوس؟ ايوه يا منعم ادتني. طب ابعتي البت بقى تجيب لي برشام اوام. اصل ايه تاني؟ ادتنا 4 صاغ والباقي اول الشهر. ربي اللهم اجعلني متماسكا، اللهم اجعلني صبورا، انك على كل شيء قدير. الله، الحرارة لسه يعني زي ما هي. ايه الحكاية؟ انت ما خدتش برشام يا استاذ منعم ولا ايه؟ لا خدت 4 صاغ. 4 صاغ؟ 4 صاغ ده ايه؟ ما تزعليش نفسك يا مدام، بيخرف من الحرارة. لا ما بخرفش، ده حقيقي. طيب يا مدام خوخة، نعم. لازم ياخد البرشام بسرعة. طيب وانا اعمل ايه بس يا دكتور؟ بس اطمن يا دكتور، هجيب البرشام حالا. يا بتاع ربابيكيا، يا بتاع ربابيكيا. عايزه ليه بس يا منعم؟ هو ده اللي هيجيب لي البرشام. يا بتاع ربابيكيا. ايوه يا بيه. هاتي لي فستان السهرة بتاعك بسرعة. منعم انت اتجننت يا استاذ منعم، ايه الحكاية؟ ولا كلمة، هجيب البرشام. يا بتاع ربابيكيا. نعم. تاخد الفستان ده بكام؟ اخر كلام 40 ساعة. يا نهار اسود، ده انا مكلفه 12 جنيه. ايدك يا راجل انت على 40 ساعة يا استاذ منعم. ولا كلمة، هات لي 40 ساعة. اتفضل. فطومة روح هات البرشام بقى. يا خبر اسود، فستاني ده لا يمكن ويجري ايه يا مدام بس، انت هتخرفي؟ صحة الاستاذ اهم من الفستان. ده الكلام المعقول. دكتور هات بوسة تاني. خوخ يا خوخ. نعم. فين الاكل؟ الخضار المسلوق فين؟ ما هو في الكسرولة بيستوي يا مانع. كسرولة هتسلقي فيها فرخة وخضار مسلوق؟ لا ما هو خضار حاف كده بس يا مانع. ليه يا اختي؟ فين الحلة البريستو؟ وفين الفراخ اللي كانت في التلاجة؟ اصلا ولا كلمة، انا عرفت الباقي. عن اذنك. مين استاذ منعم؟ اتفضل يا اخويا. لا معلش، فين الحلة البريستو بتاعتنا؟ الحله البريستو جوه في المطبخ. والفراخ؟ ما انا يا سي منعم. فين الحلة والفراخ؟ اصلنا كلنا واحدة وفاضل واحد. طبعا اذنك نخش جبت. ايه الحكايه دي يا ست خوخه؟ خليت الالف الوزع يا ست نبوية. خلاص عن اذنكم بقى، اتفضلي يا ست خوخه. ادي الحل وادي الفرخه وادي حله محشي كمان لقيتها جوه، وسلطانيه سلطه كمان لقيتها جوه، وصينيه بطاطس كمان لقيتها جوه. شيلي كل دول شيلي. سي منعم. ولا كلمه، الحق مش عليكي، الحق على ست خوخه المجنونه. انا راضيه بحكم الناس، والناس حكمها على العين والراس. يا خوخه يا خوخه يا خوخه. ايه يا منعم، مالك في ايه؟ الحقيني بورقه وقلم اوام بسرعه. ومالك جاي رايح كده في الاوضه زي خالد ضل؟ يو اسمعي الكلام بس، روحي هاتي ورقه وقلم اوام قبل ما يهرب مني. هو ايه اللي هيهرب منك؟ الوحي يا ستي، الوحي. ويطلع ايه الوحي ده بقى؟ يا ستي الوحي ده اللي بينزل على الشعراء والفنانين اللي زيي. امال انا مش شايفه حاجه نازله عليك يعني؟ يا ستي ده ما بينشافش، ده بينزل في المخ على طول. في المخ؟ يعني هتتجنن يا منعم. وبعدين بقى في الجهل بتاعك ده، الحقيني بالورقه والقلم لا الوحي يروح مني. مش افهم بس، هتعمل ايه بالورقه؟ هتمسك الوحي بورقه يعني؟ لا يا ستي، الوحي نزل عليا باغنيه وعاوز اكتبها حالا قبل ما تروح من دماغي. اغنيه؟ انت هتالف اغاني؟ وهلحن كمان. هايل يا منعم هايل. وهتالف اغنيه دي لمين؟ لشاديه. ياي لشاديه مره واحده؟ يعني شاديه اللي هتغنيها لك يا منعم؟ وايه بقى؟ اغاني من نوع جديد خالص، اغاني جغرافيه.
اغاني جغرافيه؟ آه. ازاي ده؟ اصل شادية يا حبيبتي بتقول ايه؟ غنت لعين الشمس مش كده؟ قالت قولوا لعين الشمس ما تحماش. حلو. قلت بقى ما دام غنت وابتدت بعين الشمس، أيوة. يبقى لازم نكمل بقى الخريطه، مثلا جنب عين الشمس المطريه، الزيتون، منشيه البكري، كوبري القبه. فالاغنيه الجديده بقى اللي انا هعملها، بدل ما تقول قولوا لعين الشمس، ايوه هتقول قولوا للمطريه. يا النبي انت مدهش يا منعم خالص. طب اسمع، ما تكتب قبل كده على كل حاجة فيها عين. زي ايه؟ يعني بقى مادام غنت لعين الشمس يبقى تغني بقى بعد كده لعين الصيرة، عين الحسود، عين الجمل، كل العيون لا دي. لا لا يا خوخة، لازم يبقى في تخطيط سليم. معقول تغني لعين شمس وبعدين اروح نقل على عين الصيرة؟ المستمع يتعب، لازم نريحه. ربنا يريح قلبك يا منعم. الحقيني بقى بالورقة والقلم عشان اكتب الأغنية. حالا حالا. لكن ما قلتليش يا منعم هتسمي نفسك ايه؟ لازم اشوف بقى اسم بقى يجمع ما بين التأليف والتلحين. طبعا اسم بس بقى يتشهر بسرعة قوي. طبعا. ايه رأيك بقى في الاسم ده؟ ايه؟ عبد المنعم رامي بليغ الموج الصنباطي. ده ايه الروعة دي بس؟ لا وايه المذيع عشان يقول الاسم ده لوحده ياخد له 29 دقيقة. الله، امال الناس هتسمع